أهلا بيكم مع وصفة جديدة من وصفات أطبخ مع أمو. النهاردة هقدم لكم كفتة داوود باشا أو بيسموها كفتة الشيخ داوود. الأكلة دي بيبقى طعمها حلو جدا لو اتاكلت مع المكرونة. هما بيسموها ميت بولز بس احنا بنسميها كفتة الشيخ داوود أو داوود باشا. ممكن نعملها سندوتشات، ممكن أي حاجة انتوا عايزينها. بنحتاج كيلو لحمة مفرومة وبصلاية كبيرة مفرومة وتوم مفروم كتير ومعلقة بابريكا كبيرة وربع معلقة جوز الطيب، نص معلقة شطة، معلقة صغيرة طبعا، ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، وطماطم متقطعة مكعبات صغيرة، وفلفل اخضر متقطع، وكزبرة خضراء مفرومة نقطعها صغير على قد ما نقدر. بنحط كل المكونات مع بعض وبنعجنها كويس قوي بايدينا. لازم تتعجن كويس عشان تتماسك. معلش سوري عندي برد فاعذروني. بعد كده بنعملها كور، بنحاول نخلي الكور بحجم واحد. بعد كده الكور دي بنحمرها في زيت في طاسة تكون ما بيلزقش فيها. بنحط الكفتة كلها في الطاسة وبنحمرها كويس من جميع الاتجاهات. كل جهة بنرجع نحمرها عليها كذا مرة عشان تستوي كويس. بعد ما تستوي كويس جدا بنشيلها على جنب وهنستخدم نفس الطاسة عشان نعمل فيها الصوص. انتوا فاكرين قلتلكوا بنجيب طماطم بنقطعها وفلفل اخضر بنقطعه. ممكن تستعملي فلفل حامي، ممكن تستغني عن الفلفل خالص بس ما نستغناش عن الطماطم. بنحط الطماطم في الطاسة. اما الطماطم بتدبل شوية بنحط لها شوية ملح صغيرين وفلفل اسود رشة كده. بعد كده بنحط الثوم المفروم وبعدين بنقلب، والفلفل طبعا اللي هو المقطع مكعبات صغيرة، وبنحط معلقتين صلصة. ممكن ما تحطيش صلصة، يعني لو انتي عندك طماطم معصورة يبقى مش لازم تحطي صلصة. بنقلب شوية وبنسيبها، هي بتاخد لها بتاع 7 دقايق كده في السوا، يعني بتستوي كويس. المهم الفلفل يبقى طري. بعد كده بنحط الكفتة في الطاسة او بنحط الكفتة في الطبق وبعدين نحط عليها الصوص، وبتتاكل مع المكرونة او مع رز او تتعمل سندوتشات زي ما قلت لكم. ولو عجبتكم وصفتي ما تنسوش تعملوا لي لايك، ولو اشتركتم في القناة هيوصلكم كل جديد بعمله اول باول، وتابعوني دايما. باي.